قال فتصاميد قدايات إمباسي إيرترا ويزورو ويني قرزجهير كلمة القائمة بأعمال السفارة السيدة ويني قرزجهير زخبركم تقمطوا رياضن كبابيان زخبركم حلفتي إمباسن محبركم نوسان شنافر هجدف حمادن كالوت ودابتاتن كم أون فنونا بقطتا بإنترنت تكتاتو لزرلكم إيرتراويانن فتوتن اسران 4 قنبوت اتا رئيس كلن أو دعمتاتنا زخونت كبرتي بعلنايا ناي حدا زمن أرعوت مجزاتي كم استسبرز تبصر الله تاريخاويت علت سلازخونت إنه قالهم زبن وحسنة سلام بمخته عب تحت زبل جرحه نمبل 33 جزيئة عب ملأ هاجرن عب كلن إيرتراويان زنبرلن هاجراتن بخبز بلد مكاتن معارجن تخبر الله حزب إيرترا حدقت زي فكر قرص وسانيو ناس النت مخانو نمرقات عتقاو قالسمس جمرة كم زخونة تاريخه ومسرح اتقدلي أفلما تقاماتو كانت نبرو عم مسرح وشتاو قالسيس تفترن زمع بلن مريح ودب هزباو جنبارجن نتقعزو قنوع مآزن بمتحز نملا حزبي زسمرن حادنتو زتررن سفيح نايقال سبايتا بمفتار حاده كاب عبيت حرنتاو من قصاصات عالمنا خون أبقعوس بمستنكر قياتاتن جغننتن ناصنت امصيو زخبركمن حزب إيرترا أبصلال حزباو جنبار تطرنيفو أبزكايدو كل قدنا وقالسي سنة حساب محبراو فتحي زسراتو ورقاوي متكلاتن كبرتاتن كخسكس كيليو أمونغو كل كفالات حبرتسب إيرترا بزي أفلالاي هايمانوت صوتا قبيلة قانقا بحلن محبراو بوتان لعل سنيتن تمرتن بمنداق زيغاتات كم علامة زوسدو زامنلو زمرحلو زكلاخلولون زسوؤلون متكلات بممعبال أبجزع عقمو لعل متأممان زلوو حيال هزباوي سنة أمرخ فتر بغيعو نتعلم زي كأل زبلتو كألسي أنصار عرمو ششاويان كم زكال زجبر خاء إزي كبرتات زيو إزي أبحرنا توقينات استخسكوسة كبرتات زي نهزب إيرترا نناس النت أبكي عوض رايزي كونه دحرنا النت ون نابتركا بحضري ولدو تسجاجيرو أمو حاسل أولا ونتن هنسات هاجرن دقيمو تاريخ يسرح له حزب إيرترا بقوقي كمارن بوليسيتاتن عبيت حيلتات عالمنا أبزز حالفة 33 عامتات أبلعليو استفنوا جزيف ورار بوليتيكاوي دبلوماسياوي بروباغانداوي تاون كتباون تتابعوتاتن شرحتاتن بقليل زقمت أين برن نزمكيتو بأنت أبارقي عود كوت زخالوت أقادما بقندو اتي أبحرنا توقينات زخوسكوسو حقراوي كبرتاتيو بمتصمامن بصنعاتن استتقريت صنعات أبنقحات استسرته حقراو حادنت تبجاونتن مختانيو حقراوي كبرتاتنا زخبركمن تساتفت زبعال نايلو معامت بعلنا زحالفة ناي مخات عامتات بصنعات سجيرنا سلامنان هاجراوي كبرتاتنا أو حسنا بملوء حيلنا ناب جزوف لمعتاو سراحن
قلطف قطباو عبيتن أب إن السجاجر اللي مدرخيا تخبر زلا كاب تمكرو حرنتاو قال سنان ناي دحرنا صنت تاريخنا كم إن جنزبو وحسنت هلاون قصالنتن طراي زيكونه من عبيتن معبالن حبرتسبون بقندو هاجراو تمرت بوليتيكاو بقعاتن نقحاتن ربحا حزبن هاجرن ماكل زغبره علامان رأنيو ازي بنقحات تسريح اللوس ترغاغصن زوننايون حلاغتنا قصالي مكن خانن مخسኳስን يدليو ابزي نمبل 33 عامت زصنبل زلو بعلنا صنت نعنا ኤርትራውያን رزين ترجمن رزين كبدتن زلو بعليو زخفلنا له مسواتي نخبدتو درماس نطلقتو بحري يقبرو سلاز خونا خا ناصنتنا كمبلين عيننا نخنكلاخللالنا غوني غونتي لولاونتنا نمعقاب نغبرو زلنا مخته حيال قطبا نمهناص تاريخاوي قديتانايو مهناص حيال قطبا بزي ممعبال نقوح كلامن تمكرون زصغبه حيل سب سلازي الرغاغص ممعبال عقم سب كاب تغزيف باجت تسلعلو زعمم زلو صلاتيو زخبركمن اب تحت قرصي محداسن مغفاحن كومون مهنات حدست صرغياتات مسفحن ممعبالن ودبات دروخ سرحلو زصنحه كاب عبيتي اغرو اندسترياوي اتوكرو كسابنا بتر حرستوت زورده ممعبال زمناو حرشا مبغغاس زتفلالي بروجكتات مهناص ابايتي نخلو المعاتاو مدبات كعقب زخيل قرب صعات نمرغغاص ابرئستي حيلون معباي نتكال حيل الكتريك حرغيغون بلزان استغبرلو عبيت لوطتات مس مشارختي بمتحبار اب صحايو صعات استغبر وفرن وصيتون وزته هاجر كساب كندي اب لمعات تصميدا خمزلا زمسكر بقربا بستفلالي مرخب بزوحان نكتاتولون نعزبون زلنا مستنكر فصاميتاتيو كلتشحن عسران سلستن بعبيتن اقدستن بوليتيكاون دبلوماسياون سراحاتن عوتاتن تورعا زحلفت عامت منبرا زذكريو لوم زبن ون اتعمام بعتوبته تحيزو يسلاسلالو زخبركمن نزئ نعزبو زلنا تسفو انفت ملؤ بملؤ ابربحنا نموعل كمون جنا إدو زي هابي نايتتصابو شرحن تنكولاتن كم زلو تغنزيبنا كم وترو نقحات كوينا لعلو كل جزيه لومي حادنتنا عدل ديلنا هاقوافاتنا لوخيخنا كن مكتو يقبعنا كبرن موغسن نتوم بدمومن رحاصومن وسناسن هاجرو ماصنيعوم زحازون زلمعون زلو جغانو ابالات حيلتالت مكلخالنا زلعالماو زخرن كبرن نسمعتاتنا عوت نحفاش ترجمة كلمة القائم بأعمال السفارة. السادة المحترمين المقيمين بمدينة الرياض وضواحيها والضيوف الكرام، السادة مسؤولو الجالية وفروع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والمنظمات الأخرى، وكل الإريتريين وأصدقاء الشعب الذين يتابعون هذا البث المباشر.
إن 24 من مايو هو أعظم أعيادنا وأكبرها، إذ إنه اليوم التاريخي الذي أعلن فيه الخلاص من نير الاستعمار وكسر قيوده، ونحن نحتفل هذا العام بالعيد 33 في جميع أنحاء الوطن وفي جميع البلدان التي يقيم فيها الإريتريون تحت شعار ضمان السلام وبالتصدي. عندما أعلن الشعب الإريتري كفاحه المسلح تأكيدا على عزمه الثابت على استعادة حريته واستقلاله، وكأي مرحلة تاريخية واجه في بدايات نضاله بعد الصعوبات، إلا أن تنظيم الجبهة الشعبية الطليع الذي ولد من رحم النضالات الداخلية وتطور عبرها قام بتصحيح مسار رحلة الثورة، وهيئة لها أرضية مشتركة لنضال جمعت الشعب الإريتري بإرثه وعززت وحدته، مما جعل الثورة الإريترية واحدة من أعظم حركات التحرر في العالم، فضلا عن تحقيقه الاستقلال بعمليات بطولية لا نظير لها. المحترمون والمحترمات، لقد تمكن الشعب الإريتري عبر كافة نضالاته في ظل قيادة الجبهة الشعبية من إرساء المبادئ والقيم النبيلة التي قائمة على العدالة الاجتماعية، كما استطاع من خلال رسم مبادئ يتخذها أفراده أهدافا لهم يؤمنون ويتقيدون بها، يدافعون عنها ويضحون من أجلها، من خلق وعي جماهيري متقدم وبناء تناغم وتماسك عالي بين كافة شرائح المجتمع الإريتري بغض النظر عن الدين والجنس والقبيلة واللغة والثقافة والوضع الاجتماعي. كما برهنت هذه القيم بأن الوقوف أمام قوى الاستكبار التي ظل العالم يعتقد أنه ضرب من درب المستحيل ممكنة وقابلة للتحقيق. إن القيم التي غرسها خلال حرب التحرير لم تمكن الشعب الإريتري من تحقيق الاستقلال فحسب، بل ورثتها لأجياله الجديدة بعد الاستقلال، وصنعت بها التاريخ مرة أخرى في تأمين السيادة الوطنية وبناء الأمة. ما تعرض له الشعب الإريتري من حروب واسعة على شتى المجالات التي شملت أعمال عدائية ومؤامرات سياسية ودبلوماسية وحملات تشويهية إعلامية وتحديات أمنية واقتصادية على مدى 33 عاما الماضية. نتيجة الحسابات الخاطئة لم يكن أمرا سهلا، والفضل يعود للقيم الوطنية التي تبناها الشعب الإريتري خلال مرحلة الحرب التحرير في مجابهة هذا التحدي والخروج منه منتصرا نصرا مؤزرا. وإن قيمنا الوطنية تقوم على المثابرة والعمل الجاد والوحدة الوطنية والتضحية والكفاح مبني على الوعي. المحترمون والمحترمات، إننا نحتفل بعيد الاستقلال هذا العام في زمن تجاوزنا فيه سنوات الصمود والتحدي الماضية، وحافظنا على أمن وسيادة وطننا في مرحلة نتجه فيها نحو أعمال تنموية ضخمة ونحو اقتصاد سريع. وإذا ثم درس نستوعبه من تجربة نضالنا التحريري وتاريخ ما بعد الاستقلال، فهو أن الوحدة الوطنية والوعي السياسي والهدف والرؤية التي تتمحور حولها مصلحة الشعب والوطن ليست فقط ضمانة الوجود والاستمرارية، بل أيضا ركيزة أساسية لنمو المجتمع وتطوره. وعلينا أن ندرك بأن هذه القيم التي قرست بوعي وتبنيناها كمنهج تحتاج إلى رعاية وعناية مستمرة. بالنسبة لنا نحن الإريتريون، فإن هذه الذكرى السنوية 33 لعيد الاستقلال لها أهمية كبرى ومعان عميقة، وإن التضحيات اللي قدمناها من أجل هذا اليوم تجعل أعظم يوما وأعلى قدرا، ولهذا نصونه بكل قال ونفيس، وجنبا إلى جنب مع سعينا للحفاظ على سيادتنا الوطنية، فمن واجبنا التاريخي أن نبني اقتصادا قويا، علما بأن بناء اقتصادا قويا لا يمكن أن يتحقق دون وجود قوة عاملة تتمتع بقدر كافي من التعليم والتدريب. ولذلك فإن تنمية الموارد البشرية هي أحد القطاعات التي بدأ العمل بها وبتخصيص ميزانية ضخمة. في البنية التحتية يجري العمل على ترميم الطرق وتوسيعاتها وإنشاء طرق جديدة، وتوسيع وتطوير الموانئ، تطوير الزراعة الحديث، وتشمل صناعات زراعية كبيرة وصولا إلى المزارعين العاديين، وإطلاق مشاريع الإسكان المختلفة، ولضمان إمداد الطاقة التي تلبي كافة برنامج التنمية من التغييرات الكبيرة التي تمت على محطة
كهرباء حرقيقة وبلزة لرفع إنتاجها، وبالإضافة إلى الاستثمارات في الطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركاء ونتائجها إلى الآخر. وكل هذه التطورات التي نتابعها عبر وسائل الإعلام تشهد على مدى انخراط البلد في التنمية. شهد عام 2023 حضورا سياسيا ودبلوماسيا على المستوى الإقليمي، وكان إنجازا عظيما. وهذا العام نسير بنفس الخطى ونتوقع مزيدا من التقدم والنجاح. السادة والسيدات، ما نشاهده الآن من مسارات مبشرة يجب علينا الاستفادة منها وتغييرها إلى مصالحنا، وعلينا الحفاظ على وحدتنا ونظل في أعلى قدر من اليقظة والصمود لنتصدى لكل الهجمات والمؤامرات التي تحاك ضدنا والتي لم تنتهي بعد. العزة والصمود لأفراد قواتنا الباسلة حماة الأرض، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والنصر للجماهير.